اتحدى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في قناه منوعات كامل عبد الله. مساء الخير على كل اخواتنا وكل حبايبنا وكل متابعين منوعات كامل عبد الله. انا بشكر كل الناس من اكبر حد لاصغر حد، كل الناس على راسي من فوق زي ما انتم شايفين كده. اهلا بكم الاول في ورشتي المتواضعه، ورشه كامل عبد الله. انا بمسي على كل اخواتنا وكل حبايبنا اللي موجودين معانا في القناه. زي ما انتم شايفين النهارده كده احنا معانا شويه شغل، حابب ان انا اديكم خلفيه عنهم واوريكم شويه تفاصيل فيهم. يلا بينا. شايفين كده اهوت، ده باب اوضه، ده الوش بتاعه والظهر بتاعه نفس الكلام. تمام، زي ما انتم شايفين كده الباب ده 2 بوصه. تمام، شغال على كبس. زي ما انتم شايفين باب 2 بوصه. تمام، مقشط زان، الاربع تجناب بتوعه متقشطين زان. تمام، لازق قشر ارض. تمام، ده خشب سويد زي ما انتم شايفين كده. كابس على اف ام 8 مللي. تمام، القايم بتاعي اللي جوه هنا دوت 10 سم. تمام، كل الشغل دوت، وهديلكم صوره دلوقتي برده في التفاصيل. الباب ده كان عامل ازاي قبل المجلس زي ما انتم شايفين كده. سامعين الخبطه ديت؟ الخبطه ديت تعرفك ان ازاي الباب. الصلاه على النبي. تمام، الخبطه ديت انت مش هتسمعها غير في ورشه كامل عبد الله. الحمد لله، يعني ده بثقه في الله عندنا طبعا، ان احنا عندنا الشغل بنعمله العميل بيكون راضي عنه كل الرضا. الحمد لله. تمام، زي ما انتم شايفين كده ده باب اوضه. باب الاوضه اللي هو المقاس بتاعه العادي اللي هو ال 82 في 282 عرض، ده بضرفه صافي 82 طبعا، بس باب الاوضه بالحلق بتاعه 90 سم، بس الضرفه دي معايا كده 82 من غير الايه؟ من غير الحلق بتاعها. تمام، ده باب اوضه. نقول واحد كده باب اوضه اهوت. ده الشكل بتاعي اللي انا عامله في الباب الاوضه، ده الظهر بتاعه زي الوش بتاعه. تمام. طب انت يا عم كامل الشبرص دوت اللي هيكون فيه المفصلات ولا اللي هيكون فيه الطبله؟ لا، ده اللي هيكون فيه الطبله. الطبله هتكون معايا هنا، والجنب ده اللي هيكون فيه المفصلات. تمام، والابواب ديت بامر الله بعد ما نركبها هنديكم برده خلفيه عنهم ازاي بعد ما ركبهم، والفينش بتاعهم برده بعد العصاير بتاعتهم ما تركب والمفصلات والكالون، وناخد راي العميل فيهم عنده هناك بامر الله بعد ما نركبه. يبقى انا كده عندي الباب دوت اللي انا قلت لكم عليه. الباب ده 2 بوصه متقشط زان. تمام، كابس على اف ام 8 مللي. تمام، اللهم صل على حضره النبي. القوايم بتاعته اللي هي تحت كابس على 10 سم، الراس اللي تحت 12 سم، الراس اللي فوق 12 سم، كل 5 سم سداس كل 5 سم. تمام كده، يبقى احنا كده عرفنا الايه اللي معمول في الباب ده. وزي ما انتم شايفين كده، اتحداك لو لقيت باب بيرن معاك الرن. الباب ده كل 5 سم في حته خشبه، كل 5 سم في حته خشبه، فما فيش مجال ان هو يتخرم ولا في مجال اي حاجه. وبعدين الاف ام اللي انا شغال منه 8 مللي. ال 8 مللي دولت برده شويه محترمين، يعني هم 8 مللي، يعني حاجه كويسه. تمام، عندي باب اوضه تاني اهوت برده شكل تاني. تمام، ده شكل اهوت زي ما انتم شايفين كده، ده باين في الكادر يا باشا معاك كله. ده باب اوضه برده بس النظام تاني. نظام تاني ايه؟ هو الشغل بتاعنا. تمام، بس الكلام ده فحم، نفس الشغل ونفس الكبس ونفس الاف ام وشاط زان. تمام، قايم جوه 10 سم، راس 12 سم، كل الشغل بتاعنا. طبعا الستانلس دوت ده المفروض ان هو ستانلس شريط ذهبي، بس هو عليه الاستيكر بتاعه، مش هنشيل الاستيكر ده الا بعد التشطيب. تمام، زي ما انتم شايفين كده انا معايا باب برده شايل الاستيكر اللي عليه، هوريه لكم حالا. طبعا الباب ده المفروض ان هو باب شقه، هوريه لكم برده. ده باب شقه. تمام، الباب الشقه زي ما احنا عارفين باب الشقه الضرفه بتاعته بتبقى 92، بالحلق بتبقى متر. تمام، هو دلوقتي عشان احنا من غير الحلق الضرفه ديت 92. ده الوش بتاع باب الشقه. تمام، الوش بتاعه برده نفس الكلام، قشاط زان، اف ام 8 مللي، قشر ارو. تمام، كل الشغل نفس الشغل، ميه واحده. طبعا وش باب الشقه من بره اللي هو ده، هاتوا هنا كده يا ابو لؤي، هات لي الوش اللي هناك ده كده. زي ما انتم شايفين كده هو ده الوش بتاع باب الشقه. تمام، بس الظهر بتاعه عشان يمشي مع الابواب من جوه، يبقى الطقم كل واحد زي بيبان الاوض من جوه، بس من بره باب الشقه ايه الوش بتاعه اللي هو ده. تمام، زي ما انتم شايفين كده الابواب ديت جديده. تمام، وعايز اقول لكم في حاجه،
الحمد لله بفضل ربنا احنا بنعدل اي باب قديم، اي باب قديم ايا كان هو شكله ايه او ايا كان وضعه، الحمد لله احنا بنقدر نعدله وبنخليه الشكل اللي انت عايزه ايا كان هو ايه. ومعايا في الفيديو دوت، بقيه الفيديو ده في بواب معايا، بواب قديمه انا بعدلها تمام، هتبقى في تكمله الفيديو ده. اللي حابب يشوف الابواب وهي ديت كانت عامله ازاي في الاول وقدرنا نعدلوهم ازاي، يكمل بقيه الفيديو معايا. عايز اوريكم هنا الشريحه اللي هي الذهبي ديت زي ما انتم شايفين كده، دي شريحه ذهبي في كل الابواب تمام. بس هنا انا شلت الاستيكر من عليها عشان اوري ايه اخواتنا وحبايبنا اللي موجودين معانا في القناه، اوريهم ان ده مذهب. زي ما انتم شايفين الشغل هو بيتكلم عن نفسه اهوت. ويا رب اكون عند حسن ظنكم دايما، وانا بشكر كل الناس اللي بتسأل عليا من اصغر حد لاكبر حد، وكل الناس على راسي، ويا رب اكون عند حسن ظنكم دايما. وعايز اقول لكم على حاجه، اي حد محتاج استفسار في النجاره عن اي حاجه انا تحت امركم. معايا رقم الواتس بتاعي في لمحه. عايز اقول لكم ان في ناس كتير بتكلمني بتستفسر، مش لازم ان انا اشتغل لك الشغل، يعني انت لو عايز تسال على اي حاجه، تسال عن اي حاجه في اي حاجه تخص النجاره، انا تحت امرك في اي وقت. الواتس بتاعي شغال والتليفون بتاعي شغال، تحت امرك في اي وقت. السلام عليكم.